السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله جايبه لكم أكلة النهاردة سهلة جدا وهتعملوها مش هتاخد منكم 10 دقايق. أنا معايا معلقتين زبدة أو معلقتين سمنة أو معلقتين زيت، المتاح عندك الموجود، ما توقفيش نفسك. سخنتهم جامد جدا ونزلت عليهم بقطع الفراخ. أنا مش هقلبهم، أنا بس إيه يعني مش عايزة أقلبها عشان ما تنزلش مية. أنا بس بفردها كلها بس كده في الحلة بتاعتي، وما اقلبهاش بقى غير لما ايه تبدا ان هي ايه شايفين. ايوه بالظبط انا عايزاها كده. اول ما تبدا تاخد لون اللي هو بامبا تحمر شويه كده، يعني هنزل عليها ببصلايه كده كبيره وقرن فلفل اخضر. حابه بقى تحطي فلفل ماشي، مش حابه براحتك جدا يعني. ممكن فلفل الوان شرايح كده يبقى جميل جدا معاه، بس انا ما كانش عندي وقتها. اول ما البصله بقى تبدا تدبل معايا شويه كده، هنزل عليها بالطماطم بتاعتي، عصير الطماطم. عندك صلصه جاهزه بقى ممكن تحطيها مفيش مشكله، بس بصراحه انا بحب كل حاجه معموله في يومها كده فريش كده. بالذات في المكرونه بحب الصلصه بتاعتها تبقى صبحه كده او معموله في وقتها يعني. هحط بقى مكعب مرق الدجاج لان انا ما عنديش شوربه احطها عليها. حابه بقى عندك شوربه تزوديها بقى، مش ضروري تحطي مكعب مرق. وحطيت الملح بتاعي، واعملي حسابك طبعا ان انا حاطه مكعب مرق فمش هكتر الملح. وحطيت فلفل. حطيت بقى، شوفي التوابل اللي انت بتحبيها ايه بقى. انا حطيت ايه 7 بهارات، وحطيت ورقة لورا. شوفي بقى انت حابة تحطي توابل اكتر ايه. سهلة جدا وما بتاخدش وقت. اول ما بدأت تسبك معايا كده هزودها بالمية بتاعتي عشان اسيبها تغلي. كل ده في حلة واحدة. هي ميزة الاكلة دي ان هي ما بتاخدش مواعين كتير ولا بتستهلك منك وقت ولا اي حاجة يعني. انا قلت ان انا هعملها. شايفين انا حطيت المية، هسيبها بقى تغلي، وبعد ما تغلي هبدأ انزل بالمكرونة بتاعتي. انا قبل ما الولاد يجوا بحوالي نص ساعة بدأت اعمل فيها، على ما جم كانت جاهزة خلاص، ما بتاخدش اي وقت خالص. نزلت بقى بالمكرونة بعد المية ما غلت كويس جدا، وبدأت بقى ايه انا هنزلها من على النار وهي كده. انا مش انا عايزة الصوص بتاعها كتير كده. المكرونة الجارية دي نظامها كده. طبعا انت ممكن تستبدلي الفراخ دي بلحمة، ممكن بلحمة مفرومة او لحمة قطع كده، مش مشكلة يعني. المتاح عندك ما توقفيش نفسك. الصدور دي كانت عندي، كنت بخلي فرخة وده كان باقي منها يعني، فانا شيلته. حبيت ان انا استغله في وقت زي ده يعني. مستعجلة على غدا، مستعجلة على حاجة كده. بجد طعمها وريحتها حلوة جدا ما شاء الله. والولاد كمان بيعرفوا ياكلوا فيها. الفراخ بتبقى مستوية جدا، والصوص بتاعها يعني بيخلي الولاد يعرفوا ياكلوه يبلعوه ما شاء الله. يلا توحشوني جدا، استودعتكم في الله.